السلام عليكم. النهارده يا حبايبي جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض الباميه بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه كده معايا طاسه فاضيه هننزل بالزيت. طبعا الكميه مش كبيره علشان انا هعمل كيلو من الباميه، يعني انتي هتحطي زيت بقى او دهن على حسب ما انتي هتعملي. ومعايا معلقه من الدهن الضاني بيطعم الباميه بيخلي طعمها حلو قوي. بس لو مش متوفر عندك عادي بتعملي بزيت بستي او زيت وحته سمنه المتوفر عندك. اشتركوا في القناه يا جماعه وفعلوا زر الجرس. الناس اللي بتتفرج على الفيديو مش بتشترك في القناه، الاشتراك مش بفلوس والله، ولا اللايك ولا التعليق، الحاجات دي كلها ببلاش. يا ريت تكتبوا لي تعليقات وتشتركوا في القناه بالله عليكم فضلا وليس امرا. وشكرا للناس اللي رفعت لي فيديو عن المنتدى، شكرا لكم يا حبايبي، ربنا يجازيكم خير. كده انا نزلت بمعلقه من الثوم المفروم، وهننزل بمعلقه من الشطه. دي شطه انا عاملاها في الكبه وحطاها في بطرمان كده، خدت معلقه منها اهوت. طبعا لو ما عندكيش برضو الشطه دي متوفره ممكن تعملي بشطه خضراء عادي، تقطعي قرنين شطه خضراء وتنزلي على الثوم بيها، بيديك باميه نكهه وطعم حلو قوي. هنسيب التومه بقى لحد ما تبقى دهبي كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا انا عندي باميه فريش مش مجمده، بس لو عندك مجمده برضو عادي تقدري تعملي بيها. دي انا قمعتها وغسلتها كده وسبتها تصفت اهو. ننزل بقى على كل المكونات بتاعتنا كده. بصوا الطريقه ديت والله العظيم طريقه جميله جدا، يعني اي حد قلت له على الطريقه دي وجربها شكر لي فيها. جربوها وان شاء الله تعجبكم. احسن ما تعملي الباميه تسقطيها كده في الطبيخ، واحسن في ناس برضو بتسويها في شوربه مش بتبقى طعمها حلو زي دي. الطريقه دي جميله جدا، الباميه كده بتاخد من التشويحه بتاعتها بتبقى طعمها حلو قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنشوح بقى الباميه كده زي ما انتم شايفين مع المكونات، وهنسيبها لحد لما تدبل خلاص كده. هنجيب بقى بصلة معانا متوسطة ونخرطها وننزل بمعلقتين زيت ونشوحها كده لحد ما تبقى ذهبي. طبعا انا ما طفيتش على الباميه اهوت، سايباها لحد ما تدبل خالص وتاخد من التشويحه بتاعتها. طعمها بيفرق جامد والله، التشويحه دي بتدي الباميه طعم جامد جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. واللي يجرب الطريقه يكتب لي في التعليقات يقول لي ايه رايه فيها. خلاص كده البصله بقى بقت ذهبي. هننزل بعصير الطماطم. وهننزل بالبهارات بقى بتاعتنا، نظبط الصلصه كده. يا رب كل اللي يشترك في القناه ربنا يكبر بخاطره وييسر له اموره. اشتركوا في القناه يا جماعه بالله عليكم وفعلوا زر الجرس عشان اصور لكم فيديوهات على طول وانزل لكم ان شاء الله. خلاص كده بقى الطماطم بتاعتنا اتسبكت اهي زي ما انتم شايفين، والباميه بعد ما اتشوحت اهيت. بصوا بقى ننزل عليها يعتبر كده الباميه مستويه والصلصه مستويه. طبعا انا عندي بقى شوربه مسويه لحمه كده، وعندي الشوربه بتاعت اللحمه. هننزل ايه على الباميه بالشوربه. طبعا انتي لو ما عندكيش شوربه هتنزلي عليها بميه عادي، ميه مغليه ومكعب من المرق اللي متوفر عندك، ما تقفيش على حاجه. نصفيها بقى عشان البهارات اللي بتبقى في الشوربه والبصل ما ينزلش مع الباميه.
بصوا بتقلبوها بقى بالراحه عشان هي يعتبر الباميه مستويه ما تتهريش منك في الصلصه. ويا دوبك هنديها قلبه بسيطه وخلاص كده هي يعتبر مستويه. شكلها جميل جدا وبصوا طعمها وريحتها، والله العظيم الطريقه جميله جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. خلاص احنا هنسيبها بقى تاخد القلبه. بصوا هنا انا بتحايل عليكم تحطوا لايك، اللايك مش بفلوس والاشتراك مش بفلوس. اللايكات يا جماعة هي اللي بترفع القناة، والاشتراك هو اللي بيكبر القناة. القناة عمرها ما تكبر غير باشتراكاتكم وتفاعلكم معايا. وربنا يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بصوا هنا بقى خلاص هي القلبة ديت وخلاص. على كده بقى بنطفي عليها وبتبقى استوت وطعمها جميل جدا. بصوا ما شاء الله القعد بتاعها جميل جدا. خلاص كده بقى انا هطفي عليها. بصوا بقى يا حبايبي بعد ما طفيت عليها ما شاء الله والله ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي. لو عندك بقى لحمة ممكن تسقطيها في قلبها عادي، بس انا هنا مش، احنا عندنا بنحب اللحمة في الشوربة. كده الفيديو بتاعنا خلص، شكرا لكم.